السلام عليكم يا حبايب قلبي يا غاليين. يوم جديد مع فيديو جديد مع مشتريات بقى. مش هقول لكم عليها مفاجأة. يلا بينا وحدوا الله ونصلي على النبي ونذكر الله، إلا بذكر الله تطمئن القلوب. طبعا عملت ايه؟ وفرت ودبرت وايه بقى، قعدت بقى مع نفسي كده، حوشت شوية كده فلوس ورحت اجيب الطقم الحلو قوي ده عشان كان نفسي فيه ليا فترة. يعني ما اقولكمش ليا فتره كان نفسي فيه بصراحه الطاجن دي. انا عندي المدور بس الطويل دي ايه. كنت يعني عايزاه. جميل وحلو، استخداماته حلوه ما شاء الله، الله اكبر عليه. وجبت دستين من الكوبايات، وطبعا سكنت تلمت. ففي واحد من المشاهدين كان يقول لي سكنتك تلمه يا ام هنا، فجبنا السكينه سخنه. فحبيت ايه اوريكم المشتريات الحلوه دي من حبيت أقول لكم على الطاقم ده، اسمه الدهان. وطبعا الألمونيا بتاعة الدهان جميلة بصراحة ربنا. أنا ليها سنين معايا، سواء حلل أو بتاعة الجلاش والحاجات دي برضو حلوة، ما تشبكش فيها الأكل وصحية وجميلة جدا. وكل ما تغسليها تزيد حلاوة. الدهان ده بصراحة جميلة وعجبني. الطقم ده كان عامل 700 جنيه، حوالي 700 جنيه كده، عشان هو كان 3 حتت والطاجن يعني متجه. حبيت اقول لكم على المعلومة دي لو حد عايز يشتري من الألمونيا. فحبيت يعني انا حاجة شفتها حلوة وعجبتني وعجبت بيتي، فحبيت اقولها لكم واقول لكم ايه سعرها. ان الطاجن ده عامل 700 جنيه، وألمونته حلوة بصراحة. تعالي بقى يلا بينا نجرب بقى ايه الطاجن، نشوفه ايه دنيته، حلو ولا وحش. يلا بينا نعمل طبعا. آه هنجرب بقى الطاجن ونعمل فيه جلاش بالكاستر. ويلا بينا اوريكم طريقة ام هنا في الجلاش بالكاستر. تحفة. جبنا نص كيلو من اللبن، حطيت عليه الكاستر. طبعا كيس كاستر ده ب5 جنيه، وكيس فانيليا، وكوباية من السكر بس. وتدوبيهم كده على النار هادية. يا دوب يعني الأول تدوبي كل الكاستر مع اللبن عشان نعمل الجلاش بتاعنا بالكاستر بتاعنا. لازم تدوبي الجلاش مع اللبن كده مع البارد، وتحط فيه نص كوباية من السكر. والسكر ده اختياري، في ناس بتحب تحطه وفي ناس ما بتحبش تحطه. نعمل حاجة حلوة كده وجميلة، تفرح ولادنا ونبسط بعضينا كده. عايزة لايك واشتراك ونصلي على النبي حبايب قلبي ونوحد الله، إلا بذكر الله تطمئن القلوب. الواحد طول ما بيحوش حاجة يوفرها في بيته يجيب الناقص منه. واحدة واحدة كده نجيب الناقص في بيتنا. يعني الدنيا تمشي. ربنا يا رب يحسن ما بين أيدينا ويفرحنا بولادنا جميعا. طبعا الكستر عايزينه على نار هادية. هنطيب الكسر طيب كده على نار هادية عشان ما يكلكعش معانا. وطول ما انت هو على النار، كل ما انت تقلبي كده، ما تخليهوش عشان ما يكتلش. طبعا جبنا الصينية من الحجم الوسط، هي في واحدة صغيرة وواحدة كبيرة والوسط دي. دهنتها حلو كده بالسمنة، واوريكم بقى الطريقة ازاي. يعني هو بسيطة وسهلة بصراحة، بس أنا حبيت إيه، إن أنا جايب المشتريات دي حبيت أوريها لكم كده بالطريقة قدامكم. ربنا يا رب يسعدنا ويسعد قلوبكم جميعا يا رب حبايبي. دهنت الصينية دهنة حلوة، وتدهني بقى فيها. اديني الصينية ورسمت لكم قلبي كده على الصينية عشان تعرفوا ان انتوا ايه غاليين عليا وبحبكم في الله. ربنا يا رب يحسن ما بين ايدينا. طبعا ايه، ورقة ورقة كده، كل ورقتين تدينيها دهنة ايه في الصينية. يلا بينا، عندنا موضوع يا جماعة نحكي فيه. نحكي على التحويش. عزنا يعني عز دلوقتي نجيبوا حصالة ونشيلوها ببيتنا. واي فلوس معاك زيادة، لو جنيه، لو 2 جنيه في اليوم، عز يعني دلوقتي ان انت تحوشي واحدة واحدة. لرمضان. كل سنة وانتم طيبين. وانتوا عارفين ان انا برضو كنت منزلة معاكم فيديوهات قبل كده للتحويش الرمضان. ان احنا لازم، احنا طبعا داخلين على مدارس، ورمضان بيجينا عز المدارس وامتحانات ودروس وده وده وده. طبعا احنا نعمل ايه، نجيبوا الحصالة ونشيلوها. معانا 5 جنيه ارمي فيها كل يوم، معاك 10 جنيه ارمي، معاك ربنا كرم ب20 30 جنيه ارمي. ما فيش اليوم دي، تبقى انت عوضتي. النهارده انت رميتي، يبقى بكره ما فيش فضار ما ترميش. لو اليوم فيك يعني 2 جنيه، ابسط الامور هاتي حصاله 2 جنيه. انا لما بتكون حاجه ناقصاني من بيتي
والله العظيم باكلمكم بجد، أفضل أحوّش لحد ما أجيب الناقص في بيتي، وأحوّش بعد مصروف بيتي ومصروف عيالي وأكلي وشرابي، يعني أنا أدبّر عشان أقدر أحوّش، مش أحرم عيالي برضه. بُصّوا الكاستر بالشكل ده، أنا دهنت نُص الجلاش من تحت وهي كانت نُص كيلو، عبارة عن نُص كيلو، وتدهني طبقة الكاستر في النُص، وترجعي تاني تحطّي طبقة تانية من الجلاش وتدهني برضه. صلاتكم مع النبي حبايبي. نفضل بقى نحوّش وندبّر. ليه؟ حُطّي في حساباتِك إن أنتِ داخل عليكِ رمضان، وفي رمضان بإذن الله يا رب ربنا يبلّغنا رمضان، معانا مدارس ومعانا دروس ومعانا امتحانات، فلازم نوفّر وندبّر. وفي ناس قرايبة عليّا كمان جدًا بتستغربني، وهُم عارفين إن أنا باعمل كده في بيتي. فبيقولوا لي: "أنتِ ما مخلّياش حاجة يعني بتنصحي بيها الناس." باقول: "اللي على قد معرفتي في الدنيا وفي ظروفنا اللي إحنا فيها دي، نوعّي بعض، يعني نوعّي بعض، إن إحنا واخدين بعض إخوات فنوعّي بعض، نصيحة يعني مش أكتر، وكل واحد هو حُر يعمل بيها أو ما يعملش." بس يا حبايب قلبي أنا كده حطيت الجلاش طبقتين، وحبيت أرغي معاكم كده وأتكلم معاكم في شوية حاجات، ربنا يا رب يحسن ما بين أيدينا. أهم حاجة في الجلاش إن أنتِ تقطعيه هو ونيّة كده، هي ونيّة قبل ما تتحط في الفرن. طبعًا من التوفير ومن التدبير لمّا بيكون عندي حبة سكر أروح أنا غالياه وحاطاه وعاملاه شربات. طبعًا الشربات كلنا عارفينه، باحطه أنا في الفريزر في التلاجة وباطلّعه وقت ما أنا عايزة، ما بياخدش وقت معايا. كنت عاملة برطمان وعملته، كبّيت الشربات عليه زي ما أنتم شايفينه، قطعت الخرطة كده ما شاء الله الله أكبر عليها، طلعت تحفة يا بنات. في حد يسألني هي قعدت قد إيه دقيقة في الفرن؟ قعدت 30 دقيقة بالضبط. طلّعتها من الفرن زقيتها بالشربات، تغطّيها كده بورق فويل بأي حاجة يعني لمدة دقيقتين، 3 دقايق بالكتير عشان برضه مش عايزاها تعجِّن، عايزاها تبقى مقرمشة وحلوة بس تبقاش برضه ناشفة. وطلّعتها كده وخرطت الخرطة ما شاء الله عليها الله أكبر، على الصواني وعلى الجلاش، وكانت صينية جلاش زي العسل، عشان أنا كان نفسي من زمان أنا أجيب الطقم ده. حُط لايك والاشتراك، مع ألف سلامة في رعاية الله وحفظه.